زقالوا كرة قدم التونسية، زقالوا المنتخب الوطني، كان في المطار يعطي في التصريحات على اليمين وعلى اليسار ويبتسم. وقت مشى له زميلنا مراد الحرابي ابتسم من الاول، لكن كي شاف الميكرو ضربوا كوران قناة تونسنا. والله انا متألم، انا موجوع اليوم وقت شاف لوجو نتاع تونسنا يضربوا الكوران، وقت شاف لوجو نتاع تونسنا 250 فولت لوجو هذاك نتاع تونسنا. انا ايش باش نقول؟ نحب نقول كلمه واحده سي من العكريمي، انا متألم على حاجه واحده، خاطر كي ما عطاناش جلال القاضي تصريح غدو باش نسكروا، غدو ما عادش فما بث مباشر، ما عادش فما رياضه في قناه تونسنا. يا جلال القاضي راهو كي نقدك سامي العكريمي، نقدك عمره ما صفى معك حسابات خاصه، كي نقدتك انا حكيت عليك كمدرب. في يوم ما خرجت زله لسان من سامي صحيح، واعتذرت انا واعتذر سامي، الور ما عندناش مشكله خاصه معك. انت كنت اليوم تفتح صفحه جديده، لكن انت بهذا الاسلوب نحب نقول لك حاجه. انا واحد من الناس توصيات، يعني نعرف انت بعد الكلام ما عادش لا مكان لك في كره القدم التونسيه، لا مكان لك مع المنتخب الوطني، باش تقولوا والله عيب تتكلموا في الكلام هذا قبل مشاركه المنتخب. السيد هذا ما احترمش قناه تلفزيه، ما احترمش زميلي مراد الحرابي، ما احترمش ميكرو قناه تونسنا، الور ما نحترمش انا جلال القادري. من هو جلال القادري؟ من هو هذا المدرب اللي جابته الاقدار على المنتخب الاول، على راس المنتخب الاول منتخب تونس وما ادراك، حتى يتصرف بهذه الشكل؟ يا سي جلال القادري، احنا رانا من سونتر استيتيك، من صالون دو كوافير، احنا راهو هنا منبر رياضي، نهار تعمل الباهي حتى بعد الحركه هذه تاكد تاخذ حقك، لكن بهذا الاسلوب لا يشرفنا في قناه تونسنا ان نتعامل مع هذا المدرب بهذه الاخلاق، بهذا المستوى المتدني.